في السويد كانت بدعوة من البرلمان السويدي كضيفة شرف على البرلمان السويدي، واللي من أجل المشاركة في ندوة منظمة من طرف الحزب الحاكم اللي هو الحزب الاشتراكي الديمقراطي والخضر، وإضافة إلى مركز أولوف بالم وإيماوس ومنظمات المجتمع المدني أخرى. وأيضا كان لي عديد الأنشطة خلال هذه الأيام السابقة قبل الندوة، واللي مست مؤسسات المجتمع المدني والسياسيين والإعلاميين وخارجية في البرلمان السويدي، إضافة إلى برلمانيين يمثلون أحزاب مختلفة داخل البرلمان، واللي طبعا تهدف إلى تحسيس بوضعية حقوق الإنسان بالأقاليم الصحراوية المحتلة من طرف المغرب، وما يكابد يعني الصحراويين إلى يومنا هذا، وعدم تحسين يعني هذه الوضعية الحقوقية. وأيضا التذكير على أنه 40 سنة هذه من النزاع، 40 سنة من المعاناة، 40 سنة من تقسيم العائلات، وكفى يعني لازم من العمل على إيجاد حل نهائي يكفل للشعب الصحراوي حقه في العيش الكريم، حقه في الاستقلال والحرية والكرامة. وأيضا الرسالة كانت هو تذكير المجتمع المدني السويدي بقرار تاريخي للبرلمان السويدي سنة 2012، واللي تم يعني تبنيه بالإجماع من أجل الاعتراف بالجمهورية الصحراوية الديمقراطية، واللي كان قرار تاريخي. واشكر أيضا السويد على المواقف الجد متقدمة في دعمها للقضية الصحراوية، وشكر على مقاطعة اتفاقية الصيد البحري في الاتحاد الأوروبي، واللي كانت السويد حق لها هذا الموقف المشرف، واللي كانت دولة ريادية في كل جرأة اتخذت هذه البادرة، واللي تبعتها كانت بادرة خير، وتبعتها عديد الدول الأوروبية، تقريبا منهم 7 دول أوروبية اللي تقاطع اتفاقية الصيد البحري، إضافة إلى اللي امتنعوا عن التصويت، وهذا في إشارة أيضا للتصويت بالرفض. تقريبا كانت حقيقة جولة الحمد لله موفقة، كانت حقيقة جولة الحمد لله موفقة، واللي نتمنى على أنها تجبر تخلي أثرها وبصمتها في يعني الناس اللي خاطبتهم اللي كنت معهم، واللي بداوا كاملين دعمهم لا مشروط للقضية الصحراوية، واللي حقيقة أنا نمس على أنه في حقيقة دعم كبير للقضية الصحراوية في السويد، على خلاف ما يروج اليوم في الإعلام المغربي على أنه في تراجع. أبدا أنا أشعر أبدا بتراجع في الموقف، بالعكس يؤكدون جميعا يعني بإجماع على أنهم لا زالوا على موقفهم من قضية الصحراء الغربية، هو دعم حق تقرير مصير الشعب الصحراوي. فيما يخص الاعتراف بالجمهورية هذه مسألة وقت، إن عاجلا أو آجلا لازم إن شاء الله أن تطبق هذا القرار اللي جاي من مؤسسة ديمقراطية، واللي هي تمثل الشعب. بالتالي لازم يعني هذا القرار تم تبنيه من طرف البرلمان، لازم تطبيقه يعجل يبطأ. ربما فلسطين تم الاعتراف بتمثيلية فلسطينية، برفع يعني الاعتراف بها كتمثيلية دبلوماسية، كهي دبلوماسية داخل السويد. ربما هو المنحى اللي كخطوة، هذا تفسير يعني تخميني شخصي، لا أجزم على أنه هو الحالة، ولكن ربما إذن بالتدرج، ولكن هو في الأجندة ولم يتغير أي شيء في الموقف السويدي.